كحك العيد من أهم حلويات العيد في كل بيت مصري في العيد. في الفيديو ده هنعمل طريقة عمل كحك العيد. معانا هنا حوالي 2 كيلو من الدقيق، عليهم رشة ملح زي ما انتم شايفين، وبخلطهم مع بعض. ومعانا هنا مقدار كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، وانا فضلت الكيك شيف. ومعانا هنا دي حاجة اسمها محلب، بتتجاب من العطار، حوالي معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين زي ما انتم شايفين. ومعانا حوالي معلقتين من ريحة الكحك، معلقتين كبار، نحطهم على ال2 كيلو دي اللي عندي زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا كيسين من الفانيليا، وبخلط بقى كل ده مع بعض زي ما انتم شايفين. المكونات يا جماعة سهلة وبسيطة، وهقولك كمان على اسرار ان الكحك ده يطلع ناجح معاكي. معانا هنا كبشة من السمسم، ومعانا هنا سكر مطحون ناعم، عايزه تجيبيه جاهز، عايزه تعمليه في الخلاط عادي. مقدار حوالي 3 معالق كبار مهرمين كده، وهنقلبهم كلهم تاني مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا مش هوصيكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس. ومعانا هنا حوالي كيلو زبدة فرن مسيحاها، ومعانا تاني حوالي ربع من حتة من زبدة او السمنة الجنة، انا فضلت من السمنة دي. برضو سر من اسرار الكحك يا جماعة ان يطلع ناجح في البيت. وهنخلط كل ده مع بعض. وطبعا مش هنسى اقول لكم خلي بالكم وانتوا بتقلبوا علشان الزبدة والسمنة سخنين اهو. بنقلبهم كلهم مع بعض، بحاول اخلي السمنة والزبدة يخشوا جوه الدقيق. طبعا هنسيبنا من المعلقة دي دلوقتي وهنبدأ نعمل بايدينا. معانا هنا حوالي ربع من الكيلو من اللبن، هحط عليه كيس من الخميرة الفورية زي ما انتم ما شايفين، الكيس كله يا جماعة. وابدأ ان انا اقلبهم مع بعض، وهسيبها ان هي تتخمر. طبعا بعد ما بس الكحك بحط فيه اللبن بالخميرة، بضيف معلقتين من السكر الناعم زي ما انتم شايفين. وهرجع بقى للكحك بتاعي، العجينة بتاعت الكحك اهي. هبدأ بقى بايدي، المرحلة دي بالايد يا جماعة، المرحلة دي بالايد ابدأ ان انا ابس الكحك. وزي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهاتي، ابس يعني ادخل السمنة او الزبدة جوه الدقيق نفسه. طبعا المرحلة دي هي اكتر مرحلة بتاخد وقت معانا، هي مرحلة البس، لازم ابس كويس. هو ده بقى، كل ما تبس كويس كل ما الكحكية بتاعتك تطلع كويس وتطلع ناعمة من جوه وهشة. فبسي كويس زي ما انتم شايفين. بجيب الخليط ما بين ايدي الاتنين وبفركها. هنا كنت دلقت على العجينة بتاعتي الخميرة واللبن، بس للأسف ما تصورتش. طبعا انا خلاص دلقتهم، ببدأ ان انا الم العجينة بتاعتي من غير بس ولا اي حاجة، مجرد ما المها بس. فزي ما انتم شايفين، بصوا ما شاء الله جميلة ازاي العجينة وماسكة نفسها. طبعا في تجربة هنجربها، لو العجينة ناجحة التجربة دي بتثبت لنا ان العجينة ناجحة، لو العكس التجربة بتثبت لنا ان لا قدر الله العجينة مش ناجحة ومحتاجة لسه في ان احنا نبسها تاني. بصوا هنعمل كده، بصمنا بايدينا ما شققتش، لو ما شققتش كده النتيجة ناجحة، يعني ما شاء الله النتيجة ناجحة معانا من اول مرة. لو شققت يبقى محتاجة ان ايه تتبس شوية. فطبعا انا هسيبها شوية ترتاح لان طبعا فيها خميرة، فبسيبها شوية بلمها زي ما انتم شايفين كده وبسويها. ما شاء الله والله العظيم لوحة فنية، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. هنا بقى ببدأ ان انا اخد كور صغيرة على حسب الحجم اللي انتم عايزينه، وبصمها بالبصمة بتاعت الكحك بسم الله ما شاء الله شايفين. وابدأ ان انا ارص في الصاجات بتاعتي. عندي بقى الملبن احشيها، عندي عنجمل احشيه، اسيبها سادة زي ما انتم شايفين. في ناس بتحب توزن القطع، احنا لا، انتي عينيكي قلتلك قبل كده المقدار. فشايفين ما شاء الله
وابدأ ان انا ارصها بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نخلي الاتنين دول تجربة في الفرن، يعني نشوف تسويتهم. فشايفين بسم الله ما شاء الله ما تغيرش فيهم حاجة، والرسمة زي ما هي ما شاء الله تبارك الله. وابدأ ان انا ارش السكر البودر عليها. طبعا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش كومنت حلو. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب، وعلى جميع أمة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. شايفين ما شاء الله، والله العظيم لوحة فنية، لوحة ولازم تتدرس. ما شاء الله تبارك الله، أحلى من كحك المحلات يا جماعة والله. يعني في براندات كتير أسامي عالية مش بيطلعوا الكواليتي زي ما احنا ما بنطلعها في البيت. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة.